تعالوا بس نعمل حواجبنا الاول عشان لما لبوس النجدة يجيلي ما يجيش حواجبي بالمنظر ده. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في مملكه سام. يعني انا لسه الفيديو الناس ما لحقتش تشوفه، كنت بدافع عنك وبقول غلبانه وبقول مضغوطه وبقول مقهوره وفي ناس ضغطاها وغصب عنها وجاهله وطلع الكلام غصب عنها وما صوتش اللي هي قالته، تطلعي تخبطي يعني مش كمان جاهله لا وبجحه. ايه الغباوه اللي انت فيها دي يا بنتي؟ ايه الكلام اللي انت طالعه تقوليه ده؟ يلا نشوف الهانم طالعه وبتعمل ايه ونرجع بقى نتكلم ونشوف اذا كنا هندافع ولا هنجيب جول. مع السلامة عليكم. شفتوا اللي حصل؟ ما شفتوش؟ تعالوا بس نعمل حواجبنا الاول عشان لما لبوس النجدة يجيلي ما يجيش حواجبي بالمنظر ده. يعني انا كان عندي اكتئاب، هم مالهم بالاكتئاب بقى؟ ما ينفعش يشوفوني بالمنظر ده، صح يا فنزاتي؟ متهيألي صح، مش هينفع يشوفوني بالمنظر ده، فلازم ايه؟ نعمل حواجبنا عشان في ناس كلمت عني يبوس النجدة، وتبوس النجدة انا مستنياه. والحمد لله اللي هم يجي يسمعوا مني، يعني الحمد لله جت من عند ربنا. المهم يا عيال شكلهم هوبي، ده انا كده ميت وكده ميت، اخاف من ايه؟ اخاف من ايه؟ لما اكون كده ميت وكده ميت اخاف من ايه؟ استنى ما اظبط حواجبي عشان انا مستنيه البوس النجدة. استنى، ينفع كده؟ ينفع حواجبي تبقى بالمنظر ده؟ انا اللي بنتف للناس حواجبي تبقى بالمنظر ده؟ انا المفروض ابقى كوافيره وميك اب ارتستايه قد الدنيا. اكتئاب وهيروح لحاله ونرجع احسن من الاول. اليوم عايزه تعمل حواجبها. بتعمل ايه يا بنت؟ عيب يا بنت. في فرق طبعا، صح؟ شوفوا ده من ده، اعوذ بالله يا ماما. قسما بالله انا كنت مكسوفه من نفسي، مش هعمل كده تاني. بحبك يا ماما، ما عنديش اعمل تاني. محدش يقدر يعمل لي حاجه. ماشي، حطيني يا ماما الماضي هنا. يلا بقى بالله عليكم على السريع، انا خلصت نفسي اهو وجاهزه ومستنيه وطلبتها ونلتها، بس بقول لكم بالله عليكم خلوا حد يعني يبقى كبير في الدوله، خلوا حد كبير في الدوله، قوموا الدنيا قوموا الدنيا. يعني مش مشكله انك تكوني هبله، هنلتمس لك 100 عذر، لكن هبله وبجحه كمان انت طالعه بتتريقي على بوليس النجده وعلى الشرطه. طب كنت خليك انت يا ست ما تنتفيش حواجبك وهتعرفي هم هينتفوها لك ازاي. ده هينتفوا لك شعرك شعرايه شعرايه. يا بنت انت هبله طالعه بتتريقي، يخرب بيت سنينك. مش قلت لك انت بجحه كمان؟ زي ما قلت مش كفايه ان انت هبله، لا وبجحه طالعه بتتريقي على الشرطه. طب البسي بقى وقابلي اللي هيجي لك ان شاء الله وشوفي مين اللي هيدافع عنك تاني. كنت لسه بدافع عنك بس للاسف طلعت ما تستاهليش لانك بجحه.